النهارده هنعمل وصفة من الوصفات المهمة والأساسية في كل بيت. هنعمل تتبيلة للسمك حلوة جدا، سواء كان مقلي أو مشوي أو فيليه أو صحيح. الأكلة دي هتسجلوها عندكم، والتتبيلة اللي أنا هعملها هتعتمدوها في جميع أنواع السمك. أي تتبيلة سمك عندك هتعملي بيها التتبيلة دي. النهارده هنعمل السمك المقلي المقرمش البلطي، تتبيلة حلوة جدا ليه. هنبدأ بتنظيف السمك. أي حد بيعرف ينظف السمك وكده، فقلنا نعمله على السريع كده سمكتين. ننضفهم معاكم. ممكن في ناس بيسيبوا القشرة اللي فوق دي، في ناس بتفتح البطن كامل، في ناس بتشيل الزعانف. يعني بصي زي ما تحبي، بس عامة احنا بنقشره وبنفتح بطنه. وزي ما تحبي بقى تشيلي، تسيبي ديله، تسيبي راسه، زي ما تحبي، بس اهم حاجة النظافة في الغسيل وكده. او في بعد ما بنضفه حلو واغسله حلو، بنقعه في ميه فيها ليمون وفيها دقيق. عامه في ناس بتحط فيه ملح وخل، بس عادي الخطوه دي مش هي حلوه كل حاجه، بس ما تاخدش منك اكتر من 5 دقايق عشان تهري اللحم. وفي ناس على فكره بتعمله زي ما انا بحط ميه وليمون ودقيق. برضو انا ما مش بحب الخل فيه قوي عشان ما يهريش اللحم بتاعه، بس انت برضو لو حابه تحطي خل وملح، بس ما يزيدش عن 5 دقايق، بيشيل الزفوره. بعد كده هنعمل التتبيله. عامه انا بحشي بطن السمك بايه؟ فلفل اللي هو الرومي ده، والفلفل الحراق، والخضره شبت وكزبره او معلقه من الثوم. وبعد كده بعمل الخلطه اللي هي بقى بتاعت الظهر كده، اللي هي التتبيله دي بتقعد ساعتين مثلا 3 في التلاجة. وبعد كده بتطلعيه تحمريه وتحشي بطنه من جوه بالحاجه اللي هي الفلفل والخضره دي. فهو طبقين. هنعمل بقى تتبيله: عصير ليمون، ليمونتين كده حلوين، معلقه من بهارات السمك، معلقه من هريسه الشطه، معلقه من الثوم المفروم، زيت وشويه من الخل كده. يعني ايه، بصي سنه بسيطه، يبقى ليمون وهريسه شطه وتوم وزيت وبهارات سمك وكمون وملح وكزبره. وهندهن بقى نفتح الظهر كده من ناحيه دي ومن ناحيه دي بالسكينه، فتحه من هنا وهنا عشان التتبيله تتخلله كله. الفتحه دي بتعمل له، بصي بتنقله في حته تانية، بالذات لما بتدخلي فيها التتبيله وكده. هنفتح من الظهر ده يعني زي الشرطه كده، من ناحيه دي ومن ناحيه دي. وتبداي بقى تدخلي فيها التتبيله من ناحيه دي، وبتحطي التتبيله في البطن في الظهر في كله. وبعد كده بتحشي بطنه، بتدخليه في التلاجة ساعه ساعتين، لغايه مثلا ما تيجي تعملي عما تعملي الرز، وتبداي بقى تقلي وكده السمك زي ما تحبي. يفضل ان يقعد السمك ساعتين كده في التتبيله، بيديها طعم، وبصي بينقله في حته تانية. هنبدا بقى، بصي نعمل من جوه ومن بره ومن كله. هنحط التتبيله، هيفضل مثلا معلقه من التتبيله ولا حاجه، او انت تبقى شايله منها معلقه تحطيها بقى مع الكزبره والشبت ومعلقه الثوم المفروم والفلفل الرومي والفلفل الحراق ده مع بعض، ومعلقه من هريسه الشطه وشويه بهارات برضو من اللي احنا ضايفينها، بهارات السمك وكده، وشويه كمون وكزبره. تبداي تحشي بطنه. ده بتديه طعم مش قادره اقولك. تبداي بقى تحشي بطنه كله وتسيبيه يتبل براحته كده، ياخد ويدي كده. عامة التتبيلة دي او الخلطة اللي انا بعملها دي في جميع انواع السمك بتنقله في حتة تانية. الفلفل، الثوم، البقدونس، الكزبرة، الليمون، ده بصي ده اساسي في اي سمك. كزبرة كده، الحاجات دي اساسية. سواء بتتبلي من الظهر، بتحطي في البطن من جوه. لو انت ما بتحبيش التوم تقدري تستغنى عنه للناس اللي هي التوم بيتعبها وكده، عادي خالص. بس هنغطيه مثلا ونحطه في التلاجة لغايه ما نيجي بقى نقليه. في ناس بقى، انا بصي هنا بحط الدقيق وشويه كمون عليهم وشويه ملح وشويه من الشطه الحمراء او البابريكا بس. في ناس بقى ممكن تحط نشا بيكنج باودر كده، عادي براحتك عادي، بس انا بحس ان طعمه مش بيضيف له اي حاجه. هو الدقيق مفيش ابسط من الدقيق. دقيق وشويه البهارات اللي عليه وخلاص، وتقلي في الزيت، يكون زيت سخن كده تقلي فيه السمك. وتقدري كمان تحطيه في الدقيق كده، وبعد كده ميه وتحطيه في الزيت عادي خالص. الخطوه دي برضو بتديه لون فاتح وبيقرمش ومش وكمان مش بينزل الدقيق في الزيت، برضو عادي. حابه تحطيه بالخطوه دي والزيت على طول عادي. عامه السمك باي طريقه بصي حلوه خالص. عامه ممكن تفتحي البولت ده من ظهره وتعمليه سنجاري، برضو هتنفع له التتبيله. التتبيله دي هتنفع للسمك السنجاري اللي هو المبرومه الطويله دي، ماشي. هينفع تحطيه على سمك اللي هو الطويل اللي هو القمرايه دي، ماشي. السمك البلطي ده ماشي. جميع انواع الاسماك، اللي هو السمك اللي هو الصغير بتاع الصناديق ده، اي حاجه بتحبيه. تقدري تكبري السمك على فكره، فيه ممكن تجيبي اكبر من كده وتعمليه ماشي تبع المقاس. احنا بنحب المقاس الوسط ده، هو حلو خالص، وبالذات لما يكون قلي. اما لو حابه تكبري عن كده، برضو للناس اللي بتحب السمك الكبير ماشي عادي خالص. وفي ناس عامة بتحطه في صلصة بعد الخطوة دي، عادي. هنعمله في فيديو تاني. بس هنبدأ بقى نسخن الزيت كويس جدا ونقلبه قلبا. هياخد 5 دقايق هنا و5 دقايق هنا.
الناس اللي بتحبوا الوش الفاتح ده بتطلعه عادي، الناس اللي عايزاه يقرمش كده وينشف ويبقى حلو كده برضو تسيبيه شويه. عامه ما باخدش الا 5 دقايق على النار، يعني بصي 10 دقايق، 5 على الوش ده و5 على الوش ده، وبيطلع معاكي مقرمش وزي الفل. شويه رز كده حلوين، رز صياديه، رز برز، او رز حبايه بحبايه، احنا بنسميه الرز برز، انت تقدر هو، او رز حبايه بحبايه عادي براحتي. شويه كزبره عليه كده خضره تديه طعم وبرده شكل حلو. شويه رز كده عليهم وشويه سلطه حلوين كده، وتاكلي احلى سمك. لو اول مره تشوفوني اشتركوا في القناه واعملوا شير ولايك للقناه. بصي طعمه مش هقولك، التتبيله مخلياه تحفه، تقدري تعمليها في جميع انواع السمك، اي نوع سمك التتبيله دي هتنفع معاه. شويه رز كده حبايه وحبايه، وشويه سلطه حلوين كده، سلطه خضراء، وما اقولكيش بقى اتعاملي. السمك ده الاكله المفضله للمصريين شويه طحينه جنبهم كده وبس.